السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معانا الممبار، حاجة كده ما شاء الله متنضفة كويس ومقطعاه وما شاء الله. هتشوفوا الطريقة دلوقتي. هنا معانا الرز مغسول، رز مصري، معانا بصلة مبشورة. هنعمل كل الخلطة بتاعتنا ني في ني، وهتشوفوا معايا الخطوات، وحاجة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد وقت ولا مجهود معاكي. هنا زي ما انتوا شايفين ضفنا طبعا الرز احنا غاسلينه، وطماطم بشرينها، طبعا البصل بتاعنا ومعاه قرن فلفل كده سبايسي على حسب ما انتوا حابين. هنضيف ده كله على بعضه، كله ني في ني. وبعد كده الخضار متقطع معانا: شبت، بقدونس، كزبرة، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، كزبرة ناشفة، ملح، التوابل اللي انت حباها بتضيفيها. هنا زي ما انتوا شايفين هنبدأ نحشي معاكم. انا غسلاه كويس قوي ومنضفاه كويس قوي، ضامنه نظافته يعني. هو ما بياخدش وقت معانا خالص في الحشو. في كذا طريقه للحشو الممبار، هي الطريقه دي اسهل طريقه بتحشي بيها. لو معاكي كميه كبيره هتخلصيها في وقت قليل خالص. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ نحشي واحده واحده. بس انا هوريكم معايا كذا واحده كده، وبعد كده هفضل انا اعمله لوحدي، عشان طبعا مش هفضل اعمله وانا واقفه يعني. زي ما انتوا شايفين كده، طريقته سهلة وبسيطة جدا، وما بتاخدش وقت خالص، والطريقة هتعجبكم قوي يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اخلص بس بوريكم حاجة بسيطة كده، وهبدأ اكمل انا بقية الكمية بتاعتي. بس يا ريت ما نملهوش جامد، عشان خاطر الرز بيكتر معانا في المية، فممكن يطرقع معانا. فيدوب بس حاجات بسيطة كده زي ما انتوا شايفين، عشان لما بيبدأ يغلي معانا الرز بيكتر. حاجات بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده. التقطيعة اللي انت حباها انا حباه ما شاء الله حلو كده، تقطيعته حلوة. هنا طبعا هنعمل مية السلق بتاعنا. هنضيف عودين القرون، القرفة دول يا جماعة ما شاء الله بيدوا طعم حلو قوي، وغير كده ما بيديش للممبار ريحة ولا اي حاجة، وجربوها. فلفل اسمر، ملح، والقرفة حلوة أوي مفيدة يعني. انا هنا بضيفها عشان خاطر ما بتخليش فيه ريحة في البيت، ولا ريحة في الاكل، ولا اي حاجة، للناس اللي بتتضايق من الممبار يعني. زي ما انتوا شايفين كده بصلايه، نبدأ بقى ننزل بالكمية بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين اهو. اول ما المية تبدأ تغلي معانا هو بيقفل لوحده. هنبدأ نضيف الكمية بتاعتنا كلها. طبعا الملح بتاعنا زي ما انت حابة، هي كده كده الشوربة احنا مش بنستعملها يعني، هي بنسلق فيها الممبار وخلاص على كده، ما حدش بيستعملها. انا عن نفسي شخصيا مش بستعملها. هيبدأ ياخد معانا من ساعة، ساعة الا ربع بالكتير قوي، هيبقى استوى معانا وما شاء الله يبقى جميل. هوريكم برضو انا دلوقتي وانا بحمره، بس يبدأ يفور فورة واحدة، وهبدأ اوطي عليه. يبقى من ساعة لساعة الا ربع كده معانا على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. هنا طبعا هو استوى معايا. هبدأ بقى احمر معاكم الممبار، وهوريكم الشكل النهائي للممبار. حاجة كده سهلة يا جماعة وبسيطة، والواحد ما يستصعبش حاجة يعني، ما شاء الله ما بياخدش وقت خالص. هوريكم شكله النهائي دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الكمية ما خدتش معايا وقت، واتحمرت بسرعة. هنا لايك واشتراك للقناة، ويا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.